بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم بقى اكله النهارده خطيره خطيره ورخيصه جدا، وايه قيمه غذائيه ايه محدش هيصدق. عملت جمبري والاكله كلها ما كلفتش معايا 100 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. جبت معاكم بقى النهارده كيلو جمبري. الجمبري دوت كان بيتباع عندنا الكيلو ونص ب100 جنيه. هو بيتعب شويه في التقشير بس طعمه خطير. الجمبري البلدي ده احسن بكتير جدا من الجمبري الكبير، بجد بيودي الرز في حته تانية. تعملي بقى بيه رز خطير خطير اللهم بارك. جبته وعملته معانا وتبلته بكمون وتوم، وملح وفلفل وشطه. لا، ما حطيتش فلفل، عفوا، كمون ليمون ملح شطه، بس، وتوم. وبعدين عملت دوت زي تتبيله السمك كده بالظبط، وتبلته بيه سبته قبلها بشويه يعني، عشان كده ما صورتوش معاكم وانا بتبله عادي، تتبيله عاديه جدا، ليمون وكمون وملح وشطه بس وتوم. وبعد ما تبلته بقى كويس كده معايا وكل كده في التتبيله بتاعته، وعصرت عليه ليمون كتير، اللهم بارك، خطير. شايفينه والله جميل جدا، ملحم وجميل وبألف هنا وشفا. بيبقى حلو قوي 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 بالرز، خطير بجد. هنعمل معاكم النهارده وصفه بسيطه وجميله، ويا رب تعجبكم معايا النهارده واكون فدتكم معايا في حاجه. الجمبري ده بقى اللهم صل وسلم وبارك، هنجيبه كده زي ما احنا شايفين، والمنخل السلك الصغير ده لو عندك تمام، مش عندك عادي هتعملي في طبق، بس المنخل احسن ان هو بينزل الدقيق وبيخلي الدقيق ما يبقاش موجود فيه، ان هو وهو بيتقلى يحرق معاكي ولا حاجه. هنحط كميه الدقيق، الدقيق اللي احنا عايزينها كده على الجمبري، حوالي يعني معلقه دقيق على شويه الجمبري كده، وتقلبيه كده في المنخل، وايه الدقيق بينزل تحت، هو كده بياخد اللي هو عايزه، والباقي بينزل تحت الكميه اللي هو عايزها، والباقي ينزل تحت، وندخليه كده كويس كويس علشان ايه ينشف معاكي من اي حاجه طريه، عشان عايزاه يبقى مقرمش وخطير. هنعمل كده كمية كمية ورا بعض كده، اللهم بارك، تحفة بجد بجد، بألف هنا وشفا. والست المدبرة هتأكل ولادها كل حاجة، وهتعمل كل اللي نفسكوا فيه وبأقل التكاليف. الجمبري بقى، انا رحت اجيب جمبري بصراحة، كنت بجيب سمك وما كانش معايا مبلغ يكفي يعني، فقلت طب وانا ما اجيبش من دوت ليه. جبته بصراحة، لقيت الجمبري الكبير ب450 جنيه، ودوت الكيلو ونص ب100 جنيه. ما شاء الله حلو قوي، انا بحبه جدا والله العظيم. لو انا عندي قدره وقادره انا هعمله، هروح جايه بصي هعمله واعينه في الفريزر، سندوتشات للولاد في المدارس، سندوتشات في اي وقت عشاء، هيبقى خطير بجد، تحفه تحفه تحفه. دوت انا جبت كيلو الا ربع بس، ده كيلو الا ربع، كل ده كيلو الا ربع بس، خطيره. بعد ما عملته معاكم في الدقيق وعملنا الكميه كلها، نفس الحله اللي هنعمل فيها الرز مع بعض، هنقلي فيها الجمبري، الزيت يكون سخن وغزير، هتحطي الجمبري، وبعد ما تحطي الجمبري وياخد بس يعني حوالي 5 دقايق، مش هيقعد معاكي اكتر من 5 دقايق، 5 دقايق بس، هيكون الجمبري اللهم بارك بقى يعني استوى كويس جدا. عشان الجمبري اما بيستوى اكتر من كده ما بيبقاش قيمته الغذائيه بتروح، وما بيبقاش حلو قوي. هو الجمبري يا دوبك من 3 ل5 دقايق، ما تاخديش اكتر من كده، هيبقى فعلا معاكي خطير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. وما تنسينيش بقى في لايك وشير لو عجبك محتواي. الاكله دي كلها مش هتكلف معاكي حاجه. انا بصراحه عندي الرز، انا بجيب الرز عندي على بعضه. دلوقتي بقى انت لو جبتي كيلو رز ب25 جنيه، وهتروحي جايه عامله رز ببصل مع الجمبري ده ب50 جنيه، وشويه سلطه من عندك من التلاجة، او جبتي حتى السلطه. هنعمل بقى مع بعض الرز. خلصنا الجمبري وقليناه، مكان الزيت بتاع الجمبري هنجيب شويه سكر ونكرملهم. رز المطاعم يا جماعه، رز الصياديه بتاعي رز المطاعم، والله 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 دي طريقه قدوره، بجد احلى رز هتاكليه بالطريقه دي. وهتدعي لي وتعملي لي لايك وشير وكومنت لو عجبك، بجد خطير، هيطلع معاكي بني ولونه تحفه. بعد ما السكر بيتكرمل معاكي، شايفين الجمبري ما شاء الله اتقلى واتحمر وعمل معايا طبق حلو قوي قوي يعني. شوفي دوت اللحم بس ما شاء الله جميل جدا، والطعم ايه خطير بجد. الجمبري البلدي ده فظيع، وده موسم بقى الجمبري البلدي، اشبعي منه. احلى جمبري بقى بلدي في شهر 10 يعني، وانتي داخله كده بقى على شهر 10 وشهر 11،
فعلا فعلا الجمبري ده بيبقى مالي الاسواق وخطير وسعره رهيب جدا، واللي ما بيقدرش يجيب الجمبري الكبير يا ولاد يجيب دوت. وبالهنا والشفا. جبنا بقى كرملنا معاكي، السكر اتكرمل خالص، رحت جايه ضربت بصلايه في الكبه كده وحطيتها، بصلايه واحده بس هتاخد بقى لون الكرمله دي. واوعى وشك انتي اوعي تحرقي البصل، البصل ما بيتحرقش، الكرمله بتاعه السكر هي اللي بتغمق الرز مش البصل. البصل لما يتحرق يضيع قيمه الرز الغذائيه، وبعدين يبقى حامي على الصدر ومش كويس كمان للقولون ومضر. حروقه البصل بتبقى مضره دوت كده. اللي مغمق معايا البصله هو كرمله ايه السكر. كرملي السكر كويس كده زي ما انت شفتي، وحطي البصله وتخلي البصله تدبل معاكي، مش تخلي البصله تحرق، البصله هتدبل معاكي بس وهتصفر وتاخد لون ذهبي، مش عايزين اكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. ما تنسينيش بقى يا قلب اختك في لايك وشير لو عجبك الفيديو ده. الفيديو دوت ب75 جنيه هتعملي جمبري ورز، هتعملي جمبري ورز ب75 جنيه، حاجة مش في الدنيا. غدوة من 4 ل5 أفراد، خطير خطير خطير. وهتشوفي انا بقدمه ازاي في الاخر، خليكي معايا وهتشوفي انا بعمل ازاي الاطباق وبقدمه ازاي، بجد خطير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. شايفين ميه الرز بقت لونها بني ازاي؟ ما شاء الله، بني بني، يعني هتطلع معاكي حبايه الرز اللهم بارك. وبعدين الرز اللي انا بعمله ده رز بلدي مش رز مزيت، فما بتزوديش الميه، هبقى اوريكي برضو. وانا شايفين الميه بني ازاي ما شاء الله. انا حطيت في الميه ديت البصلايه بس، والرز السكر كرملته الاول، بعد ما كرمل السكر حطيت البصلايه، وبعد البصلايه ما خدت اللون الذهبي دوت حطيت الميه غليت. وبعدين بقى لما تغلي معاكي هنحط الملح حسب الرغبه، وهتحطي معلقه كمون، معلقه كمون بتودي الرز في حته تانية. تمام. بما ان بقى ايه جمبري وكده يعني هنحط بقى الرز بتاعنا، الرز البلدي. حاولي عنق المعلقه زي ما انا بوريكي في كل فيديوهاتي، وبنعمل مع بعض. واقولك ان المعلقه انت مش لازم ان انت تحطي الميه بالمعيار، المعلقه عنق المعلقه من فوق كده يغطي الميه، يبقى رزك كده تمام مظبوط 100 100. حطيت معانا الرز كله. وبعدين انا الرز ده بلدي واحنا اخر السنه، ورز قديم عندي، فلازم ايه قللي الميه سنه. شايفه عمق المعلقه؟ مش زي ما انا بعمل في الرز ابو شعريه ان هي تبقى متداريه، لا سنه كده ايه لو رز بلدي ما تبقاش ايه ما شاء الله. هو اتعملت الرز وهنغطيه كويس وبألف هنا وشفا. هنشوف بقى هتعملي بقيه الوصفه معانا. شايفين بعد ما الرز بقى هيطلع معانا هنكمل بقى خطير بجد. شفتي اللهم بارك، تحفه تحفه، مفرفر وخطير. شفتي لونه عامل ازاي؟ زي رز المطاعم بالظبط، زي رز المطاعم واحلى كمان. شفتي بقى لونه بني وغامق وخطير. اللي خلاه غامق كده كرمله السكر مع البصلايه بقى وتسكير البصلايه، بجد والله لو اتاكل لوحده بس مع سلطه بألف هنا وشفا بيبقى خطير خطير خطير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. طولت عليكم معلش الفيديو ده، بس الفيديو يستاهل والله يستاهل. اعملي لايك وشير يا قلب اختك وما تنسينيش. شفتي بقى معايا اهوت طبق الرز زي ما انت شايفه، والجمبري ده احنا 4 افراد هنقسمه على ال4 افراد وبألف هنا وشفا. وعدينا اليوم وطبق سلطه ومية مية. شايفين ما شاء الله مقرمش وخطير خطير خطير. شفتوا الجمال؟ وكتير ما شاء الله هيقضي معاكي كمية حلوة من 4 ل5 أفراد. وعدينا يومنا كله جمبري وب75 جنيه. ما تنسينيش في لايك وشير، الفيديو يستاهل تدعميني عشان اقدر اكمل معاكي، بجد انا محتاجة دعم مني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. في قيمة غذائية تحفة، جمبري وسلطة ورز ببطة، حاجة كده ايه ولا في الاحلام يا جماعة. بألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب محتواه يكون بيعجبكم. وشايفين مقرمش خطير خطير، طعمه تحفة بجد خطير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد.